الزراعية ببورسعيد إلى النيابة العامة للتحقيق. كما انتقد أهالي قرى جنوب بورسعيد أداء نواب مجلسي الشعب والشورى عن المحافظة. في شأن آخر، قال الدكتور محمد الصادق رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى إن اللجنة طالبت بإعادة النظر في تعاقدات وزارة النقل، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعي ميناء غرب بورسعيد ومحطة الحاويات. ومعنا الصحفي أحمد الجمال. أحمد، ما هي تفاصيل أول لقاء بين محافظ بورسعيد والأهالي؟ نعم ضحى، وجه أهالي قرى الجنوب البورسعيدي مساء أمس انتقادات حادة لنواب الإخوان المسلمين في مجلسي الشعب والشورى، واتهموهم بعدم الاهتمام بقضاياهم بعدما منحوهم أصواتهم في الانتخابات الأخيرة. ودارت مشادات كلامية بين بعض الأهالي وعضو مجلس الشورى محمد شتات من حزب الحرية والعدالة، وانتقدوا عدم الرد على الهواتف المحمولة وخاصة الدكتور أكرم الشاعر. وقال بعضهم: هذه مرة واحدة لكم في المجلس ولن تتكرر على حد وصفهم. واعتذر نائب الشورى عن عدم رد الدكتور أكرم الشاعر، وقال أنه كان في رحلة طويلة لألمانيا لمتابعة علاج نجمه مصعب الذي أصيب في ثالث أيام الثورة، ووعدهم بزيارة في موعد قريب. وعرض أهالي الجنوب ضحى مشاكلهم في أول لقاء مع المحافظ اللواء أحمد عبد الله بعد عودته إلى منصبه، وخاصة مشكلة المضارين من عدم تملك الأراضي الزراعية وتعمد تأخير بعض الموظفين. وقرر المحافظ إحالة الملف كاملا إلى النيابة العامة للتحقيق. وشرح أهالي الجنوب معاناتهم اليومية من مياه الشرب المختلطة بمياه الصرف الصحي أو الزراعي، وأنها لا تصلح للاستخدام الآدمي. ورفع أحد أبناء القرية الذين حضروا الاجتماع ويدعى شادي بالصف السادس الابتدائي لافتة مكتوب عليها: ملوش لازمة الكلام، بعدما أصبحت مشاكل قريته مزمنة والحلول لدى المسؤولين عبارة عن تصريحات وفقط على حد وصفه. من ناحية أخرى ضحى التقى محافظ بورسعيد باللجنة الشعبية لمنطقة القبوطي والمضارين من تأخر تنفيذ مشروع التطوير بالمنطقة. وأعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد أنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم تنفيذ المشروع، وأصدر تعليمات مشددة لمدير التحقيق العمراني والأملاك والشؤون القانونية ورئيس حي الضواحي ببدء التنفيذ والقضاء على كل المعوقات التي تواجه عمليات التنفيذ، وإعادة النظر في أوضاع مجموعة من الأهالي تم حفظ ملفاتها في مشروع تطوير القبوطي. نعم، ماذا عن مشروعي ميناء غرب بورسعيد ومحطة الحاويات وأسباب مطالبة لجنة النقل بمجلس الشورى بإعادة النظر فيها؟ نعم ضحى، في تصريح خاص لنا من الدكتور محمد الصادق رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى، قال أن اللجنة طلبت من المجلس مؤخرا ضرورة إعادة النظر في تعاقدات وزارة النقل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعي ميناء غرب بورسعيد ومحطة الحاويات هناك، وخاصة بعدما كشف تقرير اللجنة بعد الزيارة الأخيرة لمواني بورسعيد عن شبهة فساد على حد وصفه في العقد الذي أبرمته الحكومة مع ملاك محطة الحاويات في شرق بورسعيد. وأشار رئيس اللجنة إلى أن العقد تم تحريره في 15 أكتوبر 2001، ومنح امتياز محطة الحاويات الأولى بميناء شرق بورسعيد للشركة بنظام إنشاء وإدارة وتشغيل وإعادة تسلم من الحكومة المصرية بما يعرف بنظام POT، موضحا أن التقرير ضم عدم توازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين، مما أضاع على الدولة حقوقها المالية لصالح المستثمر الأجنبي، كما وضع التزامات على الدولة يصعب الوفاء في حينها بها، مما يعرض الدولة للخسارة المالية. كما أن الدولة لجأت تحت الضغط الشعبي إلى إصلاح ما أفسده العقد من خلال عمل ملاحق للعقد، إلا أن هذه الملاحق كانت أكثر إجحافا على الدولة من التعاقد الأصلي، ذلك على حد وصفه. نعم، الصحفي أحمد الجمال، أشكرك.